من أبرز صفات النرجسية في الحب: أولاً، الفخر المفرط بالذات. يتمتع الشخص النرجسي بثقة زائدة في ذاته، ويعتبر نفسه مميزاً في العلاقة. ثانياً، الحاجة الملحة للثناء والاعتراف. يبحث الشخص النرجسي بشكل مستمر عن التأكيد والإشادة من الشريك لتعزيز شعوره بالقيمة الذاتية. ثالثاً، التفاخر بالإنجازات. يميل الشخص النرجسي إلى التفاخر بإنجازاته ومواهبه لجذب الانتباه والإعجاب. رابعاً، الانغماس في الذات. يمكن للشخص النرجسي أن يكون مركز الاهتمام في العلاقة ويتجاهل احتياجات الشريك. خامساً، التحكم والسيطرة. يميل الشخص النرجسي إلى محاولة التحكم في العلاقة واتخاذ القرارات بشكل مفرط. سادساً، العدمية في فهم الشريك. يمكن للشخص النرجسي أن يظهر عدمية في فهم ومشاركة مشاعر الشريك، وقد يتجاهل احتياجاته العاطفية. سابعاً، السعي للتأكيد المستمر. يبحث الشخص النرجسي بشكل مستمر عن التأكيد والثناء، وقد يكون عرضة للإعجاب الزائد بنفسه والتفاخر بشكل مفرط. تظهر هذه الصفات في سلوكيات الشخص النرجسي في العلاقات العاطفية، وقد تؤدي إلى توترات وصراعات في العلاقات إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح. من المهم فهم أن النرجسية في الحب ليست دائما سلبية، ولكن يمكن أن تكون مشكلة إذا كانت مفرطة وتؤثر سلبا على توازن العلاقة وسعادة الشريكين.